السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم في موضوع، بس يا ريت تركزوا معايا شوية فيه، عشان هو في رسالة بسيطة ممكن بحاول أوصلها لكم من الموضوع ده. يعني مثلا أنا لما ارتبطت وعرفت بنات كتير في حياتي، مكنتش باخد غير من كل ورا واحدة منهم حاجة بتزعل. مثلا واحدة أنا وهي كنا سوا في مكان معين، واحدة أنا وهي اتمشينا في حتة معينة، واحدة أنا وهي حصل ما بيننا واحنا مع بعض كلام أو حركة معينة. كل الحاجات دي لما بنفتكرها بتزعل أوي، بس اللي بيزعل أوي بجد شخص معين كان قايل لك إن هو هيعوضك عن كل حاجة حصلت. الشخص ده لما تفتكره تزعل أوي من جواك. هو نفس الشخص اللي قال لك إن هو مش هيسيبك ليها معنيين. أول معنى مش هيسيبك بمعنى الكلمة، إن هو مش هيسيبك. وتاني معنى إن هو بأفعاله مش هيجبرك إن أنت تسيبه، دي اسمها برضه اللي هو مش هيسيبك. أما افتكر الشخص ده قوي بتزعل قوي. هو نفس الشخص اللي قال لك هعوضك عن كل حاجة حصلت لك في حياتك، وإن هو مش هيجي على كرامتك في يوم من الأيام، وإن اللي هو هيقدرك في ظهرك قبل وجودك. مش كده اللي هي بتزعل؟ مش كده؟ أو ربنا بتزعل. فانتوا يا سناجل يا اللي مش مرتبطين وزعلانين وتفضلوا تقولوا عقبالنا، افرحوا او ربنا افرحوا. مش شايفين الناس بتفضل تتكلم اللي هم فرحانين اللي هم مرتبطين؟ لا، هتبقى ذكر. هي بتبقى في الاول وفي الاخر نصيب وبخت. لو عاوز تزعل ازعل انك انت قاعد جعان عاوز تاكل. ازعل ان انت وصاحبك اللي بتحبه انت مزعله في حاجه. دي الحاجات اللي تزعل. وانت لو عاوزه تزعلي ازعلي ان النيوتيلا بتاعتك اللي في التلاجة خلصت، حاجات زي كده. دي الحاجات اللي ممكن نقول ان هي سهله تزعل. لو قاعدين حاسين بملل دي تزعلكم. مش تبقى قاعدين في امانه الله واغنيه تشتغل وكم كلمه من الاغنيه تخلي عينك تدمع وبتاع، دي ما تزعلكش على نفسك، تزعلك طبعا. لما تبقى ماشي مع واحد صاحبك ولا ماشي مع واحد صاحبتك في شارع، تفتكروا الشارع ده اللي انتوا اتمشيتوه مع بعض سوا صدفة، مش تزعل من جواك وتفضل ساكت طول ما انت ماشي معاه، ومش هتحاول تبين انك زعلان. ما تحسش، مش هتبقى عاوز تحسسهم اللي انت مكسور من جوه. او قاعد مع صحابك انت او قاعد مع صحابك وتفتكر جملة معينة قال لك اللي كان بتحبه، تزعل من جواك وانت قاعد في وسطهم كده وعينك تدمع كده ويسألوك فيك ايه تقول لهم مفيش. كل دي حاجات بتزعل قوي كمان. وفي الاول وفي الاخر انتوا كسبانين وخسرانين. خسرانين ان انتوا خسرتوا نفسكم، ان كنتوا ضيعتوا وقتكم على الفاضي او ربنا. وكسبانين ان انتوا كسبتوا نفسكم واشتريتوا نفسكم احسن ما بيعوا كرامتكم على الفاضي. خليك لوحدك احسن وانقى بكتير قوي وما تتبهدل مع حد وما تقدر حد ما يقدركش. انتوا غاليين قوي على الكوكب المريض دوت اللي كله بيقول يلا نفسي فيه. شكرا.